الوطني الديمقراطي الموحد، ونقول كثر الله من امثالكم، لانه انا شخصيا وزملائي ايضا ما نعرفش بالنسبه لي النقابه هذه ثالث دعوه من حزب سياسي تبادل الراي حول قضيه الاعلام. يعني ثلاث احزاب بين اكثر من 140 حزب، هذا ما يدلش ان يكون هناك اهتمام بمعناها بالاعلام اللي هو معناها يشكل احدى ركائز اي نظام ديمقراطي. ويؤسفني ان نلاحظ منذ عده اشهر ان العديد من قيادات الاحزاب تقف معناها موقف المتفرج من ما يجري في الاعلام والاعلاميين، من رفض لتطبيق نصوص قانونيه صدرت في الرائد الرسمي على منذ نوفمبر 2011 من اعتداءات على الصحفيين. وانا بالصدفه اجد نفسي بين الزميلين ناجي البوري وزياد الهاني، فمعنى اذا نقفوا نتفرجوا على الاعتداءات المتكرره على الصحفيين وعلى التهديدات الكل، فمعناها قد يحدث ما حدث للتونسيين في معناها منذ عقود، كونه معناها اللي الصحفي ماهوش مناضل ولا بطل لوحده، كذلك حتى معناها مساله احنا ماناش في حاجه الى مناضلين فقط، احنا في حاجه الى دعم فعال ووقوف المجتمع المدني والمواطنين الى جانب الاعلاميين، لانه معناها ربما الجريمه اللي ترتكب فيها نقابه الصحفيين وكذلك الهيئه الوطنيه لاصلاح الاعلام والاتصال هي الدفاع عن حق المواطن التونسي في اعلام حر ومتعدد ونزيه، وفي معناها تغيير اصلاح الاعلام التونسي بحيث يصبح الاعلام في خدمه المواطن مش في خدمه السلطه. هذا نقطه الخلاف مع السلطه الحاليه او الجديده، هو معناها وبدات هذه كما تعرفوا معناها بدات معناها المعركه، معناها معركه السلطه للهيمنه على الاعلام في بدايه جانفي 2011، وتعرف هو مسلسل يعني بدا بتعيين رؤساء مديرين عامين على مؤسسات اعلاميه عموميه بنفس الاسلوب اللي كان يعتمد معناها في السابق في معناها في ظل معناها رئيس بلعلي ولا رئيس مجيب، لكن الشيء اللي تغير معناها في معناها بالنسبه للحكومه الجديده اللي هي نابعه من الانتخابات الديمقراطيه تغير، هو كونه الاختيارات يبدو ان اختيارات المسؤولين على راس المؤسسات الاعلاميه العموميه ماشي نحو الاسوء. كلكم تذكروا ما جرى في معناها في دار الصباح بدايه من نهايه شهر أول، حيث معناها تم تعيين معناها شخص لا تتوفر فيه الشروط الدنيا لإدارة مؤسسة إعلامية عريقة مثل دار الصباح، ورغم الرسائل التي وجهتها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام بطريقة غير مباشرة، كون هذا التعيين قد يحدث معناها مشكل كبير في دار الصباح وبين الصحفيين. معناها الحكومه معناها يبدو كون حريصه على كون تركب راسها وما تسمعش الصحفيين، ما تشاورش مع النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين، لا تكترث بعمل الهيئه الوطنيه لاصلاح الاعلام والاتصال. طلب منا مده اكثر من سنه اعداد على تشخيص الواقع الورده اللي يمثلها الاعلام وتقديم مقترحات وتوصيات لاصلاح الاعلام التونسي بناء على معناها بناء على ما هو معمول به في الدول الديمقراطيه. فتاتي حكومه جديده تكون لنا معناها منتخبه، وتاتي كذلك الاغلبيه الداعمه لها ويدبروا ظهرهم
في عمليه اصلاح الاعلام وما يحبوش معناها ياخذوا حتى معناها توصيه بعين الاعتبار بما فيها التوصيه معناها ما تحقق حتى شيء. التوصيه بتاع اللي كانت على راس معناها طلبات النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين في ومعناها ودفعت النقابه للدعوه الى اضراب عام يوم 17 اكتوبر من السنه الماضيه هي معناها تفعيل المرسومين 115 و 116. الى اليوم لم يتم معناها تفعيل المرسومين معناها تفعيلا كاملا او حتى نحب نحكي اكثر على المرسوم 116 لكن حتى 115 معناها ما هوش تفعيل معناها النية تجري تعطي بطاقة الصحفي معناها مازال يرأسها يعني في عرش يرأسها قاعد يرأسها موظف معناها من رئاسة الحكومة. الحماية التي أتى بها معناها المرسوم كونه لا يجر الصحفي ولا يسجن معناها من أجل القيام بعمله معناها مضروب بها معناها معناها هذا الفصل اللي في الفصل 13 معناها في المرسوم 115 ضرب بها عرض الحائط لأن هذه هي تحمي الصحافي وكذلك تحمي من يقوم بعمل إعلامي بما فيها المدونة اللي معناها ألفة الرياحي اللي قامت بعمل إعلامي هي معناها وقالت وحذرت من مشكلة خطيرة تهم كل مواطن هي مشكلة استعمال المال العام بدون وجه حق. فعلى جناح السرعة معناها تقاد إلى المحكمة ويحجر معناها سفر عليها السفر. بينما معناها يتساءل المرء معناها كيفاش القضايا التي تقدمت بهم على سبيل المثال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمعاقبة المعتدين على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم منذ معناها بداية 2011 ولا قضية إلى اليوم تم معناها شو اسمه معناها تتبعها أو معناها وما نعرفوش بالضبط شكون معناها من اعتدى على الصحفيين. بينما فما قضايا أخرى معناها تعطى تعليمات فتشعر وكأن معناها القضاء معناها كأنه في يد السلطة وهذه تطرح مشكلة كذلك استقلال القضاء استقلالا تاما معناها وما تنجمش تكون فيه إعلام حر ومستقل زاد كذلك إذا ما فماش قضاء مستقل. معناها أهم شيء ما نحبش نطول الوقت نحكي ملاحظة بس بودي أنك تستعمل وأنت رجل فاضل ومناضل إعلامي حقوقي وإعلامي بودي أن تستعمل كلمة إعلامي عوض صحفي لأن القطاع الإعلام يشمل فيه صحفيين يشمل صحفيين وغير صحفيين. هذا صحيح. هو شوف فما اضراب اشرت اضراب الصحفيين واضراب الصحفيين مش اضراب كل الاعلاميين اللي 17 اكتوبر بالطبيعه. انا رجائي ان تستعمل كلمه اعلامي عوضا عن الصحفيين. المداخله بتاعك. لا انا معناها نستعمل كلمه صحافي لانه هو تعريف دولي للصحافي. شكون الصحافي؟ يمارس المهنه الصحفي بطبيعه الحال الاعلام كل العاملين على الطبيعه بما فيه الصحفيين. لكن نرجع لمساله الوضع الحالي باش ما نطولوش بالكل. احنا في منذ بدايه شهر منذ منتصف شهر اكتوبر منذ 17 اكتوبر حكومه الائتلاف قبلت بتطبيق المرسومين 115 و 116. في بدايه شهر نوفمبر بدات رئاسه الجمهوريه التي هي مسؤوله عن تطبيق المرسوم 116 من تنسيق الهيئه الوطنيه لاصلاح الاعلام والاتصال. بدات سلسله من المشاورات مع المعنيين بالشان الاعلامي وكان هناك عليها اتفاق منذ البدايه عليها وكان اكد عليها رئيس الجمهوريه كونه سيتم تطبيق هذا المرسوم 116 اللي خاصه القاضي باحداث هيئه تعديليه للاتصال السمعي والبصري. قال اذا فيما بعد اذا ثبت كون فيه بعض الهنات او نقاط الضعف يمكن تعديل هذا المرسوم. ورئيس الجمهوريه قال ان معنى سيتم الاعلان عن تركيبه الهيئه
العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في منتصف شهر نوفمبر، ثم تأخر الموعد وقالت رئاسة الجمهورية أن الموعد سيكون في نهاية شهر أكتوبر، ثم جاء بعد ذلك وعد آخر وقال سيتم الإعلان عن تركيبة هذه الهيئة يوم 10 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. لكن إلى اليوم في حكاية الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال لقاءات مع رئيس الجمهورية ومع بعض مستشاريه، لكن ما لمسناه من خلال هذه اللقاءات أن هناك دخلت العملية في لعبة محاصصات حزبية، وهذا لا يليق بتونس. معناها كونه في بدل تمكين تونس من هيئة تعديلية مستقلة للاتصال السمعي والبصري فوق الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية تريد معناها السيطرة على هذه الهيئة وتعيين أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة العالية والخبرة والاستقلال. وللأمانة أنا شهادة نقدمها الكل أن قيادة حركة النهضة هي معناها أن تتحمل مسؤولية كبرى في الهيمنة على هذه أو محاولة الهيمنة على هذه المؤسسة، إذ بدأت ب فرض ما يسمى بحق وما بين ضمنين حق الناقد أن تودريتو معناها على بعض الأسماء المستقلة من الإعلاميين، ورفضت أن يتولوا معناها رئاسة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وحاولت فرض بعض أشخاص من بينهم أشخاص كانوا معناها مورطين معناها في الولاء للنظام السابق، وحاولت فرض بعض النكرات معناها ما همش معروفين بالمرة معناها في مجال الإعلام السمعي والبصري، وكذلك ما عندهمش خبرة الكل. والمشكل هو كونه في القانون صريح يكون رئيس الجمهورية هو اللي معناها مسؤول على تعيين رئيس الهيئة، وكذلك معناها تعيين أو معناها تعيين أو الإعلان عن بقية الأعضاء اللي يتم بطبيعة الحال مثل ما نص القانون كما هو النقابة الوطنية للصحفيين